هتكلم عن موضوع مختلف عن الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة هتكلم عن التسرع. يلا مع بعض نبدأ. كم مرة اتسرعت في قرار وندمت بعده؟ في لحظة غضب قلت كلام ما كنتش تقصده، أو استعجلت ورفضت فرصة وبعدها تمنيت لو الزمن يرجع. التسرع مش قوة ولا علامة ذكاء. العاقل هو اللي يعرف يوقف، ياخد نفس، يفكر مرتين قبل ما يتكلم أو يقرر. لأن في الحياة مش كل غلط نقدر نصلحه، مش كل فرصة هتتكرر، مش كل قلب تجرحه هيسامح. خليك دايما فاكر الهدوء في التفكير مش ضعف، دي حكمة. قبل ما تاخد أي خطوة اسأل نفسك، هل ده قرار ولا رد فعل؟ فكر، تأني، وكمل الطريق بثبات. مش كل كلمة لازم نرد عليها، مش كل استفزاز يستاهل طاقتنا. في ناس هدفهم يطلعوك من هدوءك، يضيعوا تركيزك، بس مش لأنك ضعيف، لأنك قوي، وهما مش قادرين يستفزوك بسهولة. الرد أحيانا بيخسرك احترامك لنفسك، والسكوت أحيانا بيكون أقوى رد. خليك دايما أكبر من الدوشة دي. مش كل معركة لازم تاخدها، مش كل شخص يستاهل ردك. اوعى تنسى، اللي يعرف قيمته ما يردش على كل حد. شفنا شخص ساكت قلنا مغرور، ضحك قلنا بيمثل، زعل قلنا دراما. كم مرة حكمنا على الناس من أول نظرة، من موقف واحد. يمكن الشخص اللي اتسرعت تحكم عليه بيعيش حرب داخلية ما تعرفش عنها حاجة. التسرع في الحكم مش بس بيظلم غيرك، أحيانا بيخليك تخسر الناس كان ممكن يكونوا أغلى من أي حد في حياتك. اسمع، افهم، استوعب قبل ما تحكم، لأن الكلمات الجارحة بتوجع، والثقة اللي بتنكسر مش بتتصلح بسهولة. خليك إنسان قبل ما تكون قاضي، وفر حكمك وابدأ بفهمك. عايزة أحكي لكم على تجربتي في التسرع. أنا اتسرعت قبل كده كتير جدا، أقربهم كنت في سنة ولازم كنت أجيب مجموع فيها. كانت سنة لازم أعدي منها وأنا جايبة مجموع كبير. في امتحاناتي الترم الأول اتسرعت بشكل كبير قوي، يمكن ما يكونش مني، لأ كان خوف وتوتر من اللجنة. طبعا دي ما كانتش حاجة في ايدي، كنت بتسرع شوية. ما فهمتش ده إلا بعد ما مسكت نتيجتي، عرفت إني اتسرعت مع إني عارفة الإجابة، بس اتسرعت في قراية السؤال، وده خلاني ممكن أجاوب إجابة مش اللي مطلوبة مني. دايما بتسرع في قرارات يومي، يعني ممكن يكون حاجة بسيطة بس عايزة تفكير، بس أنا مش بفكر فيها بالشكل الصح، بستسرع فيها، بسرع رأيي فيها. لا، أنا اتعلمت إني لازم أهدى، وإني أفكر بتركيز وأخد وقتي، ما كنتش مستسرعة. أنا بتكلم بطريقتي وبقول إني فعلا بتسرع في يومي. الأيام اللي احنا عايشينها دي مش لازم يكون في امتحان أو موقف، حتى اليوم اللي أنا بعيشه بتسرع فيه بطريقة غريبة، بتسرع فيه في ردي، في حكمة، في أسلوب، أو في أي حاجة ممكن تحصل، أو موقف بتسرع بشكل كبير. التسرع مش حاجة حلوة، في مننا كتير بيتسرع ومش واخد باله، وفي بيتسرعوا وقاصدين لأنهم مش قادرين أو ما عندهمش وقت إنهم يفكروا. بالعكس، التسرع هيخليهم ياخدوا قرارات مش في صالحهم أو قرارات ما تنفعهمش، وبعدين هيندموا. ياريت كلنا ناخد التأني في التفكير، ما نتسرعش في رد أو موقف أو حكمة أو أي حاجة كانت. حتى أنا بتكلم عن موضوع امتحاني ده لأن أي حد بيتفرج على الفيديو ده وعنده امتحانات ياريت ما يسرعش في امتحاناته، وياخد وقته في التفكير، ويفهم السؤال مرة واتنين وتلاتة عشان يجاوب صح وياخد درجته كاملة. التسرع يا جماعة فعلا حاجة بتحصل أوقات غصب عننا كتير، بس المهم إن احنا نكون عارفين إن دي حاجة بتحصل غصب عننا، وإننا ممكن نتحكم فيها، مش حاجة سايبة مننا، نقدر نتحكم فيها. ونقدر لما يحصل قدامنا موقف أو كلام ناخد كده تأني ونفكر فيه قبل ما نرد، لأن ممكن نرد رد ونتسرع فيه وما يكونش حلو على اللي قدامنا، أو ممكن نخسر حد قدامنا بمجرد بس إن احنا قلنا كلمة مش لطيفة. التسرع مش حاجة حلوة، التسرع ممكن أوقات يضيعنا في حاجات كتير، في مواقف في حياتنا، ممكن يخلينا نخسر أعز الناس على قلبنا لمجرد بس إن احنا تسرعنا في ردنا. النهاردة حبيت ان اكلمكم عن موضوع فعلا اثر معايا، انا اثر معايا في حاجات كتير انا اتسرعت فيها
وبعدين قلت يا ريت لو الزمن كان يرجع. محدش يستنى ويتسرع وبعد كده يرجع ويقول يا ريت الزمن لو يرجع. انت فيها دلوقتي في اللحظة الأولى، ما تستسرعش أي حاجة، حتى لو موقف صغير مش محتاج ما تستسرعش فيه، وفكر بتأني. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، ودي كانت النهاية. يا رب تكون عجبتكم. عايزاكم تكتبولي في التعليقات تحت ايه رأيكم في الموضوع ده، وتكتبولي تجارب حصلت معاكم بسبب التسرع. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بلايك واشتراك للقناة وتشيروا الفيديو ده عشان ناس كتير يوصلها المعلومة الجميلة دي. ودي كانت نهاية الفيديو النهاردة. ما تنسوش تشاركوني في التعليقات وتكتبولي عن أفكار لفيديوهات تانية كتير. وباي باي.